بين كامل أنواع الخبز، هذا هو اللي ما يخطيناش في المناسبات وسيرتو في الأعياد، يجي بزاف خفيف واللي ياكلو يسقسي على الوصفة نتاعو. في الوصفة نحتاج سميد، ملح، سكر وخميرة، نزيد معاهم الزيت والبيض ونكمل بالماء دافي باش نتحصل على عجينة اللي نخليها تخمر. بعد ما تخمر نديكازيها وندلكها بالحليب اللي يكون حتى هو دافي، ولازم نرجعها بهذا القوام اللي تكون بزاف طرية وتتلاصق في اليدين. بعد ما كملت دلكتها قسمتها على 3 خبزات اللي غطيتهم بالسربيتة باش ما ينشفوليش، وراح نبدا نشكل فيهم بالوحدة ونطيبهم بعد ما يخمروا. السنيوة اللي كنت دهنتها بالزيت نحط العجينة ومن بعد نبسطها بيدي، ماشي خشينة بزاف وماشي رقيقة بزاف. نقسمها على 4 ومن بعد نقسمها على 8 باش نرجعها بالشكل تاع الوردة، نغطيها ونخليها تخمر. كي تخمر ندهنها بصفار البيض ونزيد لها شوية سانوج وحبة حلاوة وندخلها طيب في الفوغ اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجة. طيبها من تحت ومن بعد نشعل لها من الفوق باش تدي لا كولور، وهذه هي النتيجة. إذا عجبتكم شاركوها مع أحبابكم، خلوا لي لايك وأبوني، ونتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله.